مساء الخير على حضراتكم متابعي تلجراف مصر في كل مكان. معاكم مي الكناني وبث مباشر جديد وتغطية إخبارية جديدة من داخل محافظة الدقهلية. احنا ما زلنا معاكم وانفراد لتلجراف مصر من داخل منزل إيهاب أشرف، وأول ظهور لوالدة المجني عليه إيهاب أشرف، واللي اتقتل واتشطر جسمه نصفين على يد مدرس الفيزياء الخاص بيه. طبعا وقعة أليمة جدا شهدناها وتابعناها. أشرف ولد أو طالب عنده 16 سنة في الصف الأول الثانوي. إيهاب أشرف 16 سنة ثانوي، اتقتل على ايد مدرس الفيزياء الخاص بيه بعد ما شطر جسمه لثلاث اجزاء، الراس لوحدها، الجسم او الجزء العلوي لوحده، والجزء السفلي كمان لوحده. احنا معانا والدة إيهاب تحكي لنا التفاصيل الأليمة الخاصة بالواقعة. يعني خالص خالص عزائنا لحضرتك، خالص عزائنا لحضرتك، البقاء قدام الله. البقاء لله وحده. احكي لنا عن تفاصيل اللي حصل مع إيهاب. الحمد لله. ايهاب الحمد لله خلقه ربنا يرحمه برحمته الواسعه. كان هيبقى ان شاء الله كان هيبقى عالم كبير. الحمد لله كان بيحب العلم جدا، كان بيحب المدرس ده جدا، وكل ما اقول له يا الحمد لله كان بيحب المدرس ده. كان بيحب المدرس المتهم. ايوه كان بيحبه، كان صاحبه. اه واتفاجئ ان المدرس بقاله اكتر من شهر بيجهز لقتله ويدبر له ويدور هنا ويدور هنا. اما اتهموه وقال لهم لا مش هو، كل اتهم ويقول لك لا مش هو. مش هو المدرس. ايوه يعني لما يجوا اتهموا المدرس يقول لهم لا ما اتهمش المدرس. واتفاجئ ان المدرس مجهز له كل حاجه. كل حاجه. انا عرفت ان المدرس كان صديق لإيهاب اصلا. ايوه كان صديق. كلمينا عن علاقتهم ببعض كانت عامله ازاي. كان ما يخلص دروسه وعنده مثلا عند المدرس ده حصه، ويخلص مع الحصه يا ايهاب انت بتعمل ايه؟ حاضر يا ماما جايه اهو. ده المدرس اعطاني المساله حلها، ده بيختبرني، ده قاعدين مع بعض شويه وجايين يا ايهاب. قال لي ماشي لحد يوم اللي حصل. احكي لنا بقى يوم اللي حصل من الصبح بقى ايه اللي حصل. هو قام الصبح مش الساعه 12 وربع من هنا راح الدروس يعني كان اتاخر يومها شويه، وراح وجه اتغدى والحمد لله. ايهاب كان من العيال النظيفه كده الحمد لله والشكر لله. جه اتغدى وخد اتشطف وخد دش ومشى لحد عندك مين يا ايهاب النهارده؟ قال لي يا ماما انا عندي عباديه، عندي الساعه 3 وعندي عباديه الساعه 5. 3 و5 بياخد عنده درسين. هو بياخد عنده فيزياء وكيمياء، فيزياء وكيمياء. بس هو كان عندي الساعه 3 ده في السنتر، وعنده عباديه الساعه هيبدا معايا الساعه 5. راح الساعه 5 بقى ما جاش، مشى من هنا الساعه 2 ونص 3 ل 10 وبعد كده ما جاش. انا بقى جيت الساعه 6 ارن عليه 6 وتلت كده يا ايهاب. قال لي لسه معايا يا ماما نص ساعه. نص ساعه. اه هو ميعاد يعني الحصه بتبقى ساعه ولا اكتر من ساعه؟ لا ساعه. من 5 المفروض يخلص 6. انت رنيت عليه 6. رنيت عليه 6 وتلت يا ايهاب. قال لي يا ماما قدام نص ساعه، لسه معايا شويه ما خلصتش وجاي. لاول مره اتخض وقلبي وجعني. لوحدك كده؟ الحمد لله والله لوحدي. ورنيت عليه تاني خلاص يا حاجه انا جايه اهو بلم حاجتي. بس هدوء الاوضه نفسه خضني قلقني. هدوء الاوضه في الدرس ما كانش حواليه؟ هدوء الصوت اللي كان حواليه كان قلقني جدا. بياخد درس برايفت ولا في مجموعه؟ كان في اليوم ده واخد مجموعه وبرايفت. مجموعه وبعدها برايفت. فقال لي ونكلم المدرس بعدها. قال لي ده اصل كان في حصه كيمياء فاتته من المركزيه ما جانيش، فقلت اديها له هنا وخلص ومشي. يعني المدرس رد عليكي قال لك هو موجود خد الدرس ومشي؟ ايوه ازاي ده هو مكلمني من ساعتها. قال لي بلم. قال لي ايوه من ساعه ما كنت بتكلميه على التليفون هو مشي وجه ويتواصل معانا بالتليفون. عايزين ناكد على الحته دي. يعني انت اتصلتي بالمتهم قال لك انا بابنك قال لك هو مشى، لكن انت لما اتصلتي بابنك قال لك انا لسه موجود؟ لا انا اتصلت بابني الاول الساعه 6:52 دقيقه. قال لي خلاص انا بلم حاجتي وجايه اهو. تمام بس لسه موجود؟ ايوه موجود. وفي الوقت ده الاوضه كانت هاديه قوي، هدوءها كان واصل عندي، كان مش قلقني جدا كده. مش عارفه
لاول مره احس بقلق وخوف عليه. اجي ابص يعني اما جم رجال الامن، ربنا يا رب يعينهم ويقدرهم، عملوا معانا اللي ما اتعملش، ودوروا يشكوا فيه، وانا اقول لهم لا ده صاحبي. انت بتدافعي عنه؟ ايوه اه. ايوه، اقول لهم لا. بتشكي فيه انت؟ قلت له لا لحد ما كنا في النيابه اول امبارح، صعب عليا قلت، قالوا ده اتضرب واتبهدل في النيابه. لا يا ولاد شوفوه اطمنوا عليه. لحد ما كنا في النيابه. انت جبتي له اكل في النيابه؟ والله بعت له ناس، قلت لهم شوفوه ادوا له اكل وعصير، هنا معانا اكل وعصير، كانوا الناس معانا جايبين اكل وعصير. ده اول امبارح؟ اي اول امبارح بالليل الساعه 12 بالليل اه. كنا في النيابه احنا وهو سوا. ف لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الحمد لله. لما حضرتك بقى عرفتي ان المتهم اعترف ان هو اللي ارتكب ده، يعني حسيتي بايه او الصدمه الكبيره يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اما تلاقي انت بتاكلي في واحد وهو اللي جاي ياكل قلبك، تقولي له ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ده الشغل كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. نهائي نهائي نهائي. واقول لهم لا ده مش هو، ده صاحبه، وكان ابنه بيحبه ويروح معاه ويجي، يعني عنده ايام بيعدي من قدام بيتنا قبلها بيوم واحد، يوم الاثنين انا كنت في الطريق وجايبه طلبات وجاي ببص لقيت ابني نازل مع الموتوسيكل ومعاه الاستاذ ده. كان وصله قبلها بيوم؟ يوم الاثنين المغرب. من ده يا ايهاب؟ قال لي ده مستر محمد عبد يا ماما. يمكن اول مره اشوفه وجها لوجه، بس كنت من حق ايهاب من كلامه وبيحبه مش مصدقه. بقاله شهر بيخطط انه يخلص من ابنك؟ ايوه بقاله شهر، اعرف ان بقاله شهر بيخطط لقتل ايهاب عشان يستفز ابوه وياخد فلوس. بقاله شهر ويقولوا ده قتل خطأ. خطأ ازاي؟ وانا ازاي ايه قتل خطأ؟ ايهاب بياخد عنده درس بقاله قد ايه؟ من شهر 10 اللي فات، يعني لسه من مده قريبه، من اول ترم، من اول سنه اولى. دي اول سنه ياخد عنده؟ ايوه اول سنه ياخد عنده. متهم اعترف وقال ان هو خلص عليه قبل ما يطلب منه، خلص قبل ما يطلب الفلوس، وعامل حسابه ومبيت له النيه في الاوضه، ومجهز الشنط ومجهز الاكياس ومجهز السكينه معاه في قلب الاوضه. يبقى ازاي عشان اطلع ابص الاقي الناس نشره تقول لك ده قتل خطأ؟ خطأ ازاي؟ كل الناس متعاطفه مع ايهاب، يعني يعني كل العالم العربي متعاطف فعلا مع ايهاب. قضيه يعني شاب جميل وشاب مؤدب ومحترم. بصي ايهاب مشروع عالم، عارفه اللمه اللي احنا فيها دي هو اجله طبعا. الحمد لله. قدر. انا يعني كنت كده عرفينا بيه اكتر. انت امه كنت اقرب ايهاب لله الحمد والشكر. هو ولد وحيد على بنات؟ ولد وحيد على 3 بنات. كان حتى لو جيت رايح فين يا ايهاب؟ انا رايح الدرس يا ماما. طب هتغيب؟ عندي كذا وكذا. طب لو هتغيب شويه؟ لا ممكن اتاخر شويه. طيب يا ايهاب طب ماشي يا ماما اكلمك. راح هناك انا رايح مشوار الحته الفلانيه، اروح واجي. قالوا لي ايوه طبعا طبعا. اما اجي عايز فلوس يا ماما، ابوي يديله مفتاح الدرج، خد يا ابني اللي انت عايزه. خدت قد ايه؟ خدت كذا يا ماما. جبت ايه؟ ده انا جبت سندوتش سوري، جبت اكل، جبت شيبسي، جبت. يجي يقول انا جبت كذا 1 2 3 بالفلوس. كان بيجيب فعلا حاجات للمدرس وهو رايح له، اكل وشيبسيات وحاجات من يومها طلع المدرس جاب له الحبوب من الصيدليه، وايهاب طلع جاب بدل ما يجيب حاجه له بقى يجيب الحاجه 2. المدرس جاب حبوب من الصيدليه، حبوب مخدره؟ لا كان ايهاب يومها تعبان وعنده برد. حتى لما سالوني في التحقيقات قالوا لي هو ايهاب في علاقه بين ايهاب والمدرس انه يجيب له علاج؟ قلت له في علاقه بين المدرس وايهاب يجيب له علاج. يقول له هات لي معاك وانت جاي حبوب للبرد. يعني يوم من الاختفاء هو جاب له علاج من الصيدليه؟ جاب له 6 حبات للبرد، خد منهم 3 وساب 3. لقينا في جيبه 3 حبات للبرد. في جيب النص الاولاني واللي الانال الاول. وجينا نتكلم ازاي، قلت لهم هو كان عنده برد.
ايهاب ماشي عنده برد. طيب كلميني عن المكالمه اللي انت تلقيتيها من المتهم، او اللي انت لما اتصلتي على تليفون ايهاب رد عليكي قالك ايه؟ مش انا اللي كنت رنيت عليه، مين اللي كان؟ اللي كانت رن عليه اخت سلفتي صاحبه ايهاب. تواصل معاكي وقال لكم ايه بقى المتهم في المكالمه؟ هو اللي سمعناه سمعونه كويس جدا، اللي هقوله اللي سمعته تاني من المكالمه عشان كان فيها هصه كتير. اللي هقوله المبلغ اللي هطلبه يتحول على ارقام فودافون، 17 رقم فودافون، وانا ما ردتش عليكم الا بعد ما طلعت بره المحافظه. ازاي؟ قال لك انا ما رضيتش ارد عليكم من ساعتها، وكنسلت عليكم عشان هو بالتالي كنسل عليا الساعه 7:15 من على تليفون ايهاب. كان في الوقت ده بيحبنيش. الوقت اول مكالمه رنت علمني فيها بعد الساعه 7 بعد ما رد عليا اخر مره وكنسل عليا، كان ده بحبك. دي كانت الساعه 7:15. هو ده بحقه الاول وبعدها قطع جسمه شطرين. طب كاميرات المراقبه هل فعلا كانت رصدت ايهاب وهو كان ماشي في الطريق بيتكلم في التليفون؟ انا شفت الصوره اولاد هو. للاسف بعدها اتضح ان اب ما طلعش من الاوضه نهائي. مش هو اللي كان ما كانش هو اللي كان ظاهر في الكاميرات كانت ضلمه ليل ووحشه جدا. وما طلعش هو اللي كان ظاهر في الكاميرات، وما طلعش. والمتهم قال اللي انا ما طلعش من الاوضه، هو جاب الكراتات من محل جنب الاوضه ودخل تاني. جاب ايه؟ الشيبسي والحاجات اللي هو والمدرس ودخل الاوضه تاني. يعني هو جاب حاجات للمدرس، اكل المدرس قبل ما ايوه كراتيه وشيبسي. بتطلب ايه يا امي؟ القصاص واسرع وقت. انا قلبي بيغلي عشان ده حق ابني. قالوا ما تعملوش حاجه وما تجمهروش عليه والحكومه هتجيب حقي. ما تستناش، اهو انت قاتل واتعرفت اللي انت اللي قاتل. عايزه حق ايهاب، حق ايهاب اللي اتعمل في ايهاب، عشان ايهاب ما يتعملش فيه كده. ايهاب من اطيب قلبي في الحته كلها، في المنطقه كلها، ما حدش الا لما شكره في سراء ولا في ضراء، ابدا ابدا. يعني احنا نكمل معاكم مشاهدينا. معانا جدة المجني عليه البقاء والدوام لله يا حاجة. والدوام لله. ربنا يرحمه. كلميني عن ايهاب يا حاجة، واخر لقاء بينكم كان امتى؟ والله ايهاب كان من احسن الطلبه. هو نفسه يقول انا لقيت عندي هو احسن متفوق عندي، هو كويس وحاله باباه متيسره. طب يعني ذنبه ان باباه ما حالته متيسره، اعمل فكره. طب ما تطلب قول له هات يا ايهاب. هو لو قال هات لي يا ايهاب هيديله، قال له هات يا بابا هيديله. لو قال انا عايز فلوس بابا هيديله. هو بيعطف على اي حد مش على دي بس. والحمد لله. اخر لقاء بينك وبين ايهاب كان امتى؟ ساعه ما رايح الدرس دي. وهو نازل؟ ناس قال لك ايه بقى وكلمتي معاه؟ هو لابس والله، دخل لبس وغير هدومه، الشطف ولبس وغير هدومه ونازل وحط ريحه زي ما هو ماشي. كان لبسه شياكه ونظامه شياكه، كان له نظام في ماشي، مش زي اي حد خالص، مش زي اي حد. طقم على بعضه ونظام وحاجه حلوه وكويس وماشي ولابس وماشي. وانا ماشي يا حاجه رايحه الدرس، عايزه حاجه يا ماما؟ قلت له عايزه سلامتك يابا، خد العيش ده بس اديه لابوك يابا هناك في الناحيه جنب المدرسه، جنب الدروس كده. الدرس بينه وبين باباه بيت واحد، يعني اللي هو محمد عبد الفادي يعني جنب باباه مش بعيد. يعمل كده، يعمل فينا كده. قلبنا محروم. ليه الكبير والصغير عليه ليه؟ طلب اي حاجه هنديها، مش هنحوش عنه حاجه. بس بالنظام ده نطلب عدل ربنا. شفتي المدرس ده قبل كده؟ انا ما شفتوش والله. طب ايهاب كلمك عنه قبل كده؟ مبسوط بيه والطيب وكويس وبياخد هو مرتب واحنا ما نعرف. بيدوا له ساعه كل يوم بعد الدرس، يعني الطلبه يطلعوا كل يوم يقولوا اقعد معايا بقى ساعه، اتكلم معاه ساعه. احنا دي اخته الكبيره وكانت بتاخد درس عنده. كنت بتاخدي درس عند نفس المدرس؟ ايوه، من ثانيه ثانوي تقريبا. هو انا المفروض ان انا كنت اعرفه من ثانيه ثانوي تقريبا، وبعدين اخدت عنده، كنت انا يعتبر اول طالبه عنده، وبعدين لحد ما خلصت ثالثه ثانوي. فاخويا جه في اول السنه يسالني عن مدرس تاني عشان هو مش فاهم فيزياء كويس، فقلت له في فلان، فهو عارف من زمايله انه فلان ده كويس، فبعدين راح اخد معاه وبس. يعني من وقتها لقيتهم بقوا اصحاب شويه، فده العادي بتاع المستر ده، لان هو لسه يعتبر شاب بينه وبين اخويا حوالي 10 سنين بس، يعني صغير، يعني قريب من سن اخويا. فبعدين اتفاجئنا بقى باللي حصل.
اتفاجئنا باللي حصل. يعني ده تقريبا ما كانش المدرس بما انك كنت بتاخدي عنه. هو وقت ما كنت انا باخد عنده كان شخص المفروض ان احنا عارفين ان هو شخص كويس. ما شفتش منه حاجه مش كويسه. بيشرح معانا، بيساعدنا، لان احنا كنا لسه اول طلبه عنده، فكان هو بيحاول يساعدنا بكل طرق هو يقدر عليها من وقتها. انما اللي حصل ده بصراحه انا اتفاجئت ان هو يحصل من شخص زي ده. حتى كل ما كانش حد متوقع ان ده يحصل. يعني اتفاجئنا. اخر حد كنا نتوقعه وكان فعلا صعبان علينا ان هو ازاي واخدين مستر محمد يعملوا فيه كده. ده مستر كنتوا مستغربين ازاي مستر محمد كان هو اللي عمل كده؟ انا كنت اصلا لما عرفت ان هم اخدين مستر محمد وشاكين فيه فكان صعبان عليا. حتى كنت بقول لاصحابي طب اتكلموا مراته طمنوا عليه شوفوا رجع او لا. لان هو مثلا كنا بنقول ان هو دايما في ايده رعشه، فاللي هو دايما يعني متوتر او ان هم شاكين فيه عشان توتره، وان هو اكيد مظلوم وان هو اكيد ما عملش كده. فكان صعبان على الكل، حتى صعبان على بابا وماما، وان هو يعني متعاطفين مع المدرس مش شاكين فيه. ما حدش يتوقع ان هو اللي يعمل كده، لان ايهاب اخويا ما عملوش فعلا حاجه كويسه. ايهاب اخويا كان صاحبه، يعني كانوا قريبين سوا من بعض. كنت مثلا لما بروح هناك بلاقيهم سوا بيهزروا او بيلعبوا سوا. اكلم ايهاب انا مع المستر بخلص لعبه وجاي. فما كانش حد يتوقع كده بصراحه. كلمينا عن ايهاب الحكي بقى. ايهاب ما شاء الله ما شاء الله شخص ذكي جدا، ما حدش عارف يضحك عليه بسهوله. لا انا الكبيره وبعدين بنت وبعدين ايهاب. فانا بيني وبين ايهاب 5 سنين، يعتبر كان اقرب حد من اخواتي ليا. فكان ذكي، شخص ما بيأذيش حد، محترم مش عشان اخويا، لا محترم بشهاده الناس كلها. اخويا عمره لا غلط في حد ولا اذى حد ولا عمل حاجه وحشه في حد، فهو ما يستاهلش انه يتعمل فيه كده ابدا. فيعني يا ريت في اسرع وقت احنا نقدر ناخد حقهم. احنا مش قادرين نعمل حاجه من غير الحكومه، ومش هنعمل احنا حاجه. احنا استلنا ايدنا من كل حاجه ومستنيين ان احنا نشوف عدل ربنا فيه. ايه الاسرار اللي كان ايهاب بيجي يتكلم معاكي فيها؟ بما انك كنتي اقرب حد. يعني هو ايهاب اخويا من نوع الناس اللي هو ما فيش في حياته سر، ما فيش في حياته حاجه متخبيه، ما فيش. بس مثلا بيشاركني حاجه مش عايز يقولها لحد. بنتشارك سوا في كل حاجه تقريبا. كتبنا سوا بنقرا فيها سوا، بنتشارك في طب هنخرج، طب هنتفق على حاجه، طب بنخطط ان احنا نعمل حاجه اوضتنا سوا، كل الحاجات دي. فبنذاكر اغلب الوقت كنا بنذاكر سوا، بنذاكر مع بعض. انا محتاجه حاجه، طب معلش يا ايهاب اعملها لي عشان انا مش عارفه اعملها. وهو ما شاء الله كان ذكي وكان سابق سنه بمراحل. يعني انا لدرجه ان احنا لما شفنا اصحابه هو ازاي كان مصاحب الناس دي، ازاي عقليه اخويا كانت متماشيه مع العقليه دي بصراحه. يعني فهو المدرس ما كانش بيظهر عليه اي حاجه غريبه وانت ابدا ما كانش ابدا نتوقع ان هو يعمل حاجه زي كده، ولا كان بيظهر عليه اي حاجه نهائي. يعني هو كان باين ان هو مسالم ووديع لابعد درجه. ما كانش يتخيل ولا 1% ان هو يعمل كده. فهو ما كانش باين عليه اي حاجه. اخر حاجه ايهاب قالها؟ لا ده احنا كنا بنتكلم قبل ما يختفي تقريبا بساعتين او اكتر بحاجه بسيطه. كنا بنهزر عادي زي هزارنا، عايز طلب بجيبه له وانا جايه من المنصوره. وقعدنا نهزر شويه وقال لي طب خلاص انا شويه وهبقى اكلمك تاني، او لما ابقى اروح هبقى اكلمك تاني، وخلاص على كده. دي كانت اخر حاجه بينا انا وايهاب. اكيد ان احنا بنطالب ان يكون له محاكمه عاجله وبنطالب له الاعدام، بس احنا عايزين حق اخونا واحنا مش هنقدر نعمل اي حاجه غير كده. يعني احنا مستمرين معاكم مشاهدينا من داخل منزل ايهاب اشرف، الطالب اللي تم قتله على يد مدرس الفيزياء الخاص بيه. احنا معانا دلوقتي والد ايهاب اشرف هيحكي لنا التفاصيل الأليمة واللحظات الأخيرة في حياة ابنه. البقاء لله. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الحادثة واخر لقاء بينك وبين المتهم كان لسه من يومين. اخر لقاء كان قبل كشف الحادثه بيوم واحد، قبل كشف الغموض الحادثه بيوم واحد. وكنا في النيابه. طبعا ما كنتش اعرف ان هو اللي عمل الجريمه دي، وصعب عليا واعتذرت له عن اللي احنا سببنا له ازعاج، وان هو انت حضرتك اعتذرت طبعا لان هو راح الاسم وراح النيابه اكتر من مره.
فانا كنت يعني مشفق عليه وعلى التعب اللي هو فيه، زي ما انا مشفق على اهلنا جميعا اللي تعبوا معانا ووقفوا معانا. ما كانش في ظني ابدا ان هو ممكن يكون هو اللي عمل الجريمه الحقيره دي. كان قريب منكم عارفينه؟ انا شخصيا ما كنتش اعرفه، لكن اسمع عنه. ابني قال لي ان هو مدرس جيد، وان الناس هناك بيقولوا ان هو يعني شاطر في الماده بتاعته. لكن زي ما انتم عارفين طبعا انه احيانا بيكون الخبث مقترن بالذكاء شويه. ف استأمنا عليه يعني طلع هو اخس واحد ممكن نأمنه عليه. المكالمه اللي جت لحضراتكم من شخص مجهول وانتوا بتتصلوا بيه كانوا بيقول لكم ايه اول فتره؟ المكالمه ما جاتش، هو استقبل مكالمه على تليفون ايهاب. انتوا اللي بتتصلوا بيه؟ احنا بنحاول نتصل، كل العيله بتحاول تتصل على ايهاب، عشرات التليفونات بتحاول تتصل لغايه ما رد على تليفون خالته وهي قاعده جنبي في العربيه. فهو اللي نبهنا لانه ايهاب معاه. قال لك ايه بقى؟ قال ايه في المكالمه؟ يعني اللي سمعته من المكالمه اول حاجه قال ما اسمعوا اللي اقول عليكم بالحرف الواحد، ايهاب معايا ما تدوروش عليه، انا عايز 100,000 جنيه هتحولهم لي على 17 رقم مختلفين. انا ما كنتش برد على التليفون لان كان لازم ايهاب يطلع بره حدود المحافظه. انتظروا مني اتصال على رقم تاني. عرفت بعد كده من اعترافاته للشرطه في النيابه، عرفت من الشرطه ان هو قال انه كان طالب 500,000 لكن انا ما سمعتهاش كويس، وانه كان محضر الارقام اللي هيحول عليها وعامل كشف ب 27 ماكينه ATM هيسحب منها الفلوس على مبالغ صغيره متفرقه، علشان ما يروحش يسحبها من فودافون كاش عشان ما يتعرفش مين اللي سحب الفلوس. ومجهز العده من قبلها بفتره وشاري سكينه وعينها في المكان واوهم ايهاب ان هم بيلعبوا لعبه، بيقول له لعبه مونتاج، ده انا هعمل كده كأن انا بنلعب لعبه، وعشان لان كان ايهاب اقوى منه في الجسم ويقدر يسيطر عليه. لكن كان لازم يعني المكر والخديعه يكون لهم دور علشان يعرف يعني هو فيه. قعد ايهاب معاه برايفت لوحدهم ليه؟ ايهاب كان بيقعد معاه على فترات متباعده، لما في حصه كان هو بيديله فيزياء وكيمياء، لما ما بيحضرش الكيمياء في اليوم اللي قبله بيديها له سبيشال بعد زمايله. فده كان قاعد عشان ياخد كيمياء؟ كان قاعد ياخد حصه كيمياء، وقعدوا شويه يلعبوا على الموبايل مع بعض، لعب على الموبايل كده زي بلاي ستيشن او كده، وخلص وماشي. فهو حاول يقول له، قال لا ده والدتي مستعجلاني وانا هروح عشان والدتي وكده. فقال له طب نعمل حاجه الاول قبل ما تمشي، هنلعب لعبه مونتاج وطبعا كان لازم يخدعه علشان يعرف ينفذ الجريمه بتاعته اللي هو عدلها من زمان. اول ما قعدوا حط ايده على بقه، كتم بقه وضربه بالسكينه في رقبته، وبعدين ضربه في بطنه، وبعدين الولد بدأ يستجير وينادي على الناس الحقوني. كان هو خبطه في دماغه عشان يغمى عليه، وبعدين بدأ يقطع في الجسم وعشان يبدأ يوزعه، لأنه هو ما عندوش وسيلة نقل غير موتوسيكل، فمش هيقدر يشيل الجسد على مرة واحدة. فده اللي خلاه يتخلص منه جزء جزء. وبعد ما تخلص من الأجزاء وأخفى كل آثار الجريمة، بدأ يرد على التليفون عشان يوهمنا ان ابننا مخطوف عنده، وان هو لسه عايز يبتزنا بعد ما قتل ابننا وتخلص من اجزاء جسده كمان. كان لسه بقى ساعتها لسه بادئ يطلب، كانت الجريمه تمت والاجزاء اتوزعت. فكره ان هو يخلص عليه ويقسمه وبعدين يطلب ده، يعني هو مش عايز فديه، او الموضوع في دماغه مش موضوع فديه او فلوس، والا ما كانش قطعه الاول وبعدين طلب. لا، هو كان لازم يقطعه علشان يتخلص منه وبعدين يطلب، لانه هو بيمر بضيقه ماليه، خسر فلوس في القمار، هو اللي اعترف بالكلام ده. الكلام ده ما كانش عنده اي. ماشي، احنا مع حضرتك، اتفضل. هو خسر فلوسه في ايه؟ خسر فلوس في لعبه قمار. نقرب بس المايك. خسر فلوس في لعبه قمار على النت، وعايز يعوضها، عايز يبتزنا علشان يعوض الفلوس ديت، لانه واخدها من ناس وبيوهمهم ان هو مشغلها له مع حد في المنصوره في الموبايلات، والفلوس دي جايبها من ناس معارفه في البلد. فهو كان مبيت النية على قتله وبعدين الابتزاز. تمام. وده بعد ما خلص على ايهاب بقى، يعني عمل ايه بعد كده؟ يعني اتحرك ازاي؟ ايه راح نام في بيته بمنتهى برود الاعصاب لغايه ما جت الشرطه وهي اللي جابته من البيت. لا يعني هو رماه الاول، رمى الجزء السفلي الاول وبعدين ما عنديش فكره عن الترتيب تم ازاي طبعا. لكن هو نقل على الموتوسيكل بتاعه.
نقل على موتوسيكل وكان بيحطه في كرتونه مراوح، يعني بعد ما يلفوا يحطه في كرتونه. نزل وطلع ونزل لا هو في اوضه في غرفه درس في دور ارضي. ايوه دور ارضي. اه. فهو بدأ يحطه في اجزاء في كرتونه فاضيه عنده علشان يعرف يتخلص منه جزء جزء، لان ما عندوش عربيه او حاجه يعرف ينقل عليها الجثه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني فكره ان الشخص اللي حضرتك استأمنت ابنك عليه واللي كان صديقه، يعني عرفت ان هو كان شاري له حلويات قبل ما يدخل الدرس. ومش اول مره، مش اول مره كان ايهاب لما بيجيب حاجه لنفسه كان بيجيب له معاه على طول، من باب ان هو يعني مدرس لكن ظروفه، فكان بياخد حاجات معاه له سواء من هنا او من السوبر ماركت وراه. تمام. حضرتك بتطالب بايه يا حاج اشرف؟ فندم مش انا اللي بطالب، انا وكل الشعب بنطالب بمحاكمه عادله ناجزه في اسرع وقت تشفي صدور الناس كلها، وفي نفس الوقت تكون رادع للاشكال الضاله ديت انها تقوم بالاعمال اللي زي دي مره تانية. بقى قدام الله خالص اعزائنا. هناخد برضو مطالب الام، يعني قولي لنا بقى اخر حاجه، يعني حضرتك بتطالبي بايه؟ انا عايزه ايهاب وبسرعه وبسرعه، عايزه اي حاجه تبرد قلبي اشوفها فيه. القصاص بس. لو شفتي المتهم تقولي له حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. زي ما تابعنا معاكم مشاهدينا، يعني لحظات مؤلمة وتفاصيل صعبة جدا هنا داخل منزل إيهاب أشرف، الشاب اللي تم قتله على إيد مدرس الفيزياء الخاص بيه بعد ما قام بقسم جسمه لثلاث أجزاء، الرأس لوحدها والنصف العلوي لوحده والنصف السفلي، وألقى الجسم أو ألقى الأجزاء أو أشلاء الجثمان في أماكن متفرقة، لكن في نطاق مركز الستاموني، تحديدا في نطاق منطقة الحفير التابعة لمركز الستاموني. إيهاب أشرف اللي عمره 16 سنة، طالب في الصف الأول الثانوي، مقيم بقرية 7 ثابت التابعة لمركز الستاموني في محافظة الدقهلية. يوم تحديدا 13 فبراير الماضي كان متوجه للدرس بتاعه، اختفى او اتأخر عن الدرس. المفروض كان بيخلص الدرس الساعة 6. والدته زي ما حكت معانا في اللايف حاولت انها تتصل بيه، رد عليها اول مرة قال لها انا بجهز حاجتي ومروح وراجع. بعدها حاولت تتصل بيه مرة تانية بعد ما اتأخر، ما كانش بيرد على التليفون. بعدها المدرس حاولت تتواصل مع المدرس، قال لها ده هو مشى وانت بتكلميه. إيهاب اختفى عن بيته. إيهاب اختفى عن بيته ساعات كتيرة. الأم والأسرة كلها كانت بتحاول إنها تتكلم أو ترن عليه على التليفون لحد ما رد عليهم شخص مجهول، قال لهم إيهاب معايا وأنا عايز 100,000 جنيه فدية مقابل ان انا اطلق سراحه. الاسره بالفعل استجابت وكانت بتجهز الفلوس وكانت مستعده انها تدفع اي مبلغ مقابل سلامه ابنهم، لكن للاسف المتهم قفل التليفون وما عادش في تواصل بينهم. زي ما الاسره قالت لنا ان المتهم خلص على المجني عليه وقطعه، بعدها تواصل معاهم وطلب الفديه. طبعا كان في جهود كبيرة جدا من أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، واللي تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لكشف غموض الواقعة بعد ما تم العثور على الجزء السفلي من الجثمان ملقى على جسر ترعة في نطاق ما بين قرية 7 ثابت وقرية النقعة. بعدها واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت إلى أن وراء الواقعة مدرس الفيزياء الخاص بالمجني عليه، واللي استغل أن الطالب كان قاعد معاه في حصة درس خصوصي خاصة مادة الكيمياء، وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وقطع جثمانه ونقل الجثمان على أكثر من مرحلة عن طريق الدراجة البخارية الخاصة به، وألقاها في أماكن متفرقة على نطاق الترع أو المصارف في منطقة الحفير.
وتخلص من الجثمان، وزي ما سمعنا من والده ان رجع نام في بيته عادي جدا ولا كأنه حصل حاجة. تاني يوم لما اختفى إيهاب او لما البلد بدأ ينتشر فيها ان إيهاب مختفي، كان المتهم بيدور معاهم على كاميرات المراقبة وبيتابع معاهم كاميرات المراقبة بقلب يعني حجر وبانعدام ضمير. كان بيوهم الأسرة ان احنا هنجيب حق إيهاب وان احنا هندور معاكم واحنا معاكم لحد ما نوصل للحقيقة. لكن الأجهزة الأمنية زي ما قلت لحضراتكم قدرت ان هي تفك طلاسم الواقعة الغامضة بعد ما عثرت على قطعة من الخيش. دي كانت نصف الشوال اللي لف في المتهم المجني عليه فيه وألقاه. قطعة الخيش كانت بتكمل القطعة اللي لف فيها جثمان أو نصف جثمان المجني عليه. بمواجهته طبعا أقر واعترف أنه كان بيلعب لعبة قمار على تطبيق إلكتروني، خسر مبالغ كبيرة، استدان مبالغ من المواطنين مبلغ، وكان عليه مبالغ كبيرة بتتراوح ما بين 250 ل 300 ألف جنيه للمواطنين. ده دفعه أنه هو يبدأ يفكر ان هو عايز يخطف طالب من الطلبه بتاعته ويساوم اهله على فلوس. قبل اسبوع تحديدا بدا يوجه انظاره لايهاب، بدا يعد العده بتاعته علشان يخلص على ايهاب. يعني سكينه كبيره وشكاره خيش ورباط او حبل وشكاره تانية بلاستيك. خلص على المجني عليه وقطع اجزائه، لفه في الشكاره الخيش، ربطوا الأول بالحبل، بعدها لفوا في الشكارة الخيش، بعدها في الشكارة البلاستيك، وبدأ يوزع أشلاءه على جسر المصارف في نطاق قرية الحفير. طبعا الأسرة كانت متأكدة أن ابنهم ما خرجش من المنطقة بسبب الأدوات الجريمة دي. أدوات منتشرة هنا في المنطقة، منطقة الحفير، كل البيوت فيها الأدوات دي. طبعا المتهم أقر واعترف زي ما قلت لحضراتكم أنه كان بيمر بضائقة مالية بسبب لعبة القمار اللي كان بيمارسها، وانه كان بياخد فلوس من الناس، وكان عليه مبلغ كبير جدا من 250 ألف ل 300 ألف جنيه. حاليا الأجهزة الأمنية بتستمر في تحقيقاتها مع المتهم، وحاليا هو مازال قيد التحقيقات، واحنا هنستمر مع حضراتكم في متابعتنا للواقعة الأليمة والجريمة الغريبة والجريمة البشعة اللي شهدتها محافظة الدقهلية، مقتل طالب ثانوي على يد مدرس فيزياء في محافظة الدقهلية. كنت معاكم مشاهدينا مي الكناني، بشكركم جدا على المتابعة.